اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت الملكة الحلو اللي قدامكم ده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا 300 جرام دقيق، 200 جرام زبدة، 100 جرام سكر. هحط الثلاث مكونات على بعض، وانا حاطه باكت من الفانيليا على الدقيق. حطيتهم في العجان وهشغل كده على اعلى سرعة، كل شوية ادي تقليبة عشان كلهم يمتزجوا مع بعض كويس. كده تمام، طلعت العجينة معايا كويسة اهي. هما الثلاث مكونات بس، ومضيفش اي حاجة تانية. العجينة تحفة وطرية اهي. هفردها بقى بالنشابة كده على مفرش سيليكون او على كيس بلاستيك اي حاجة، او على ورق زبدة. واخلي سمكه مش تخين قوي زي ما واضح قدامكم كده. عندي هنا قطعة بسكوت الملكة، ممكن تقطعي باي قطعة عندك مش مشكلة. عندي هنا صاج مش مدهون اي حاجة، قطعت كده وهشيل بقى بكل بساطة، سهلة اهي قدامكم. طبعا دي لو انت بتطلعي اوردر، لكن لو للبيت عادي بتعملي باي قطعة عادي. كده رصيت في الصاج اهو، وهدخله بقى على درجة حرارة 180 لغاية اما ياخد لون حلو معايا. وهنا انا مسيحة شوكولاتة بيضة وبني، وهحطها كده في القالب ده قالب ترانسفير بيجي مع القطاعة، الاتنين بيجوا مع بعض. سيحت شوكولاتة على حمام مائي وحطيتها كده في القالب، وادخلها التلاجة لغاية اما تجمد. هكرر نفس الطريقة بالشوكولاتة البني، مش ضايفه لها اي حاجه عشان تبقى جامده معايا. بخبطه خبطتين كده بس لغايه اما بيتساوى كده وخلاص. اهي طلعت معايا بكل سهوله، والقطعات دي في منها اشكال. كمان البسكوت طلع معايا اهو حلو جدا، شايفين ما شاء الله، وطعمه تحفه. عندي هنا مربى حليب، احط نقطه كده والزق فيها الشوكولاته. طبعا ممكن الخطوه دي اختياريه، ممكن تحطي بدل مربى الحليب شوكولاته برضو عادي، شوكولاته سايحه وتلزقي بيها. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ ما تنسوليش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس على الاشتراك عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تشجعوني بكومنت حلو منكم. يلا قوموا اعملوها على طول، ولادك هيشكروك عليه جدا. بسكوت تحفه جدا جدا، بيدوب في البق دوب كده، مش هتحسي ان انتي بتاكلي حاجه اصلا. تحفه يا جماعه. وطبعا الشوكولاته كلنا من عشاقها. يلا استنوني في وصفات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.